دايركتور في فيجن ستودنت اورجانيزيشن، ومعايا رانيا الحسيني بي ار هيد. النهارده كنا عندنا شويه اسئله محتاجين نسالها للدكتور ايمن وان شاء الله يفيدنا اكتر. حضرتك انا هتوجه بالاسئله اللي تكون بيرسونال اكتر، ورانيا هتكون تسال الاسئله تكنيكال. فاول سؤال بسيط كده، يعني نحب نتعرف اكتر مين هو دكتور ايمن عزت. اوكي، انا اسمي ايمن عزت، انا اتخرجت سنه 2000. انا خريج كمبيوتر ساينس. اشتغلت معيد لغايه سنه 2003. بعد كده اشتغلت مدرس مساعد لغايه لما سافرت اليابان سنه 2006. 2006 حضرت البي اتش دي بتاعتي في حاجه اسمها الجستشرز، اول انتراكشن وذ جستشرز في الليبيتكس انفايرمنت. ده التوبيك بتاعي منلي يعني. خلاص رجعت هنا 2011، ومن 2011 وانا بدرس هنا. كويس. ثرو بقى اللايف دي اشتغلت في فريلانسنج بروجكتس اند سون نوعا ما كتير يعني. قبل ما اسافر اليابان كانت الخلفيه بتاعتي كلها سوفت وير انجينيرنج مينلي. حتى الماسترز بتاعتي كانت سوفت وير انجينيرنج ويب ديفلوبمنت. بعد ما رجعت من اليابان بقت الخلفيه بتاعتي اتش سي اي، او بقت السبيشاليزيشن بتاعتي بقت متركزه اكتر على الهيومن كمبيوتر انتراكشن. ليه حضرتك اخترت قسم سي اس بالذات؟ فيري سيمبل، علشان جيمز. كويس. ودي حاجه يمكن انا قلتها قبل كده لناس كتير، ان انا قبل ما اخش الكليه كنت محب جدا للجيمز بطريقه ادكشن، يعني بالمعنى الحرفي لمعنى كلمه ادكشن. الحقيقه من كتر ما كنت بلعب استراتيجي جيمز بقيت انترستد جدا، انا كمان عاوز ابني بقى جيم، يعني اشمعنى الناس دي بتعمل جيمز وانا مش عارف ابني جيم. فابتديت ابقى انترستد ان انا افهم الساينس اللي ورا الموضوع. فلما ابتديت اقرا بقى عن الموضوع واحاول افهم الساينس بتاعته، لقيت ان اقرب قسم بيماتش الالجوريزمز والاستراتيجيز اللي الواحد يقدر يعمل فيها استراتيجي جيم تحديدا هو الكمبيوتر ساينس. فلذلك انا كنت منشن من الاول ان انا اخش كمبيوتر ساينس من البدايه يعني. هو في الفتره اللي كل الناس يعني بيبقى في شويه شباب بيهتموا بالجيمنج او الكلام ده، ساعات بتبقى الهوايات بتطغى على الحاجات دي، فكنا عايزين نعرف حضرتك بتقسم وقتك ازاي؟ او التقسيم الصح للوقت عامه. اوكي. والله هو يعني البالانس، كل شيء الواحد يبقى بالانس فيه، ده شيء كويس يعني. تمام. المشكله ان انت لما بتبقى بتلعب جيمز بتبقى نوعا ما انفولفد جوه الجيم بطريقه او باخرى، بالذات الاستراتيجي جيمز، يعني هي بتحتاج النوعيه دي من الفكر يعني. فكون ان انت تبتدي تنظم وقتك لازم يبتدي الاول بان انت تحدد وقت لكل حاجه، يعني ما تخليش قوي الجيمز تسحبك، ولا تخلي البروجرامنج يسحبك قوي، ولا تخلي بقى اي انشطه ثانيه انت بتعملها في حياتك تسحبك قوي. كويس. ايا كانت الانشطه دي، سبورتس، جيمز، وات ايفر، المفروض ما تسحبكش قوي. فالحقيقه انا كنت بعمل، انا شخصيا يعني ما اعرفش هل ده صح ولا غلط، ده ما عنديش فكره عنه يعني، بس كنت بعمل تيبل. باجي في اول الاسبوع كده اعمل تيبل، اقول والله انا عندي ساتردي عندي كذا 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 كذا، وادي كل حاجه تايم. خلاص. اول ما التايم بتاعها يكزيد كنت على طول بسيبها. كويس. ده نوعا ما كان بيساتسفاي الجزء بالذات بتاع المذاكره، لان انا الحقيقه في المذاكره تحديدا انا كنت دايما ما بذاكرش طول الترم بالمفهوم بتاع الدحيح يعني. كويس. لكن اتليست كنت ببيض المحاضرات، يعني المحاضره اللي اخدها النهارده اروح البيت انقلها في كتاب، نقلها في الكتاب ده خلاص ثبتها في دماغك، دخلها عندك من الشورت ميموري نقلها في اللونج ميموري. خلاص. تيجي قبل الامتحانات بقى بشهر كده تبتدي تاخدها تاني من الباك، من اللونج ميموري ترجعها تاني للشورت ميموري عشان تبقى حاضره في ذهنك يعني. ده اكتر حاجه الواحد ممكن يعملها علشان يعني ينظم وقته، ان هو يدي كل حاجه التايم بتاعها وما يحاولش يجزيد التايم بتاعها. لما يجزيد التايم بتاعها يبتدي يدور على بلان بي. كويس. يعني خلاص انا دي عديت التايم بتاعها، هعمل ايه بقى؟ بلان بي اعمل ايه؟ وتبتدي تبص على بلان بي يبقى فيها ايه وهكذا. بالنسبه لحضرتك كطالب سي اس، المفروض لما يتخرج من الكليه يكون عنده بيزكس معينه عشان يقدر يواجه بره الشغل هيبقى عامل ازاي؟ ايه البيزكس المفروض يبقى هو عارفها او عنده بالظبط ايه هي قبل التخرج؟ طيب هو الحقيقه طالب سي اس لازم يبقى فاهم كويس قوي ان اللي بيتعلمه في الكليه حاجه، والماركت بتاع مصر حاجه ثانيه، والماركت الانترناشونال حاجه ثالثه. خلاص. ففي مصر مازال البوردر ما بين الاي تي والاي اس والسي اس في الماركت مازالوا
انترليفد مع بعضهم متداخلين كويس. مفيش حاجه اسمها الفصل المطلق ما بينهم. بره مصر الفصل ده واضح وموجود وكل واحد عارف هو بيعمل ايه خلاص. الثلاثه فيلدز دول هم بينترليفوا مع بعض، بينترسكتوا مع بعض في حتت معينه. يعني انا مثلا هناخد اكزامبل، انا دلوقتي عاوز مثلا ابيلد ويب سايت بيعمل شويه سيرشنج جوه داتابيز، حاجه فيري سيمبل فيري تريفيال. الراجل بتاع الكمبيوتر سايت هو اللي بيحط الالجوريزم اللي هيعمل سيرشنج، الراجل بتاع الاي اس هو اللي بيبيلد الداتابيز انفراستراكشر، الراجل بتاع الاي تي هو اللي بيبيلد الكونكشن ما بين الويب سايت وما بين السيرفرز خلاص. هنا في مصر اي حد ممكن يعمل اي حاجه، يعني الثلاثه جوبس دول بالبوردر ده ممكن يعملهم اي حد كويس. ممكن اجيب واحد اصلا مش متخرج من الكليه دي ويعمل الكلام ده. اللي بيميز بقى الراجل بتاع الكمبيوتر ساينس عن بقيه الناس او عن بقيه الجراديوتس ان الراجل ده بيبقى عنده تالنت، بيبقى عنده سنس، بيبقى عنده حته كده بيعرف يشغل فيها الجوريزمز، بيعرف يحط دماغه في الحته دي عشان يسولف كريتيكال بروبلم كويس. دي اللي هتميز الناس في الماركت بتاع مصر. يعني اللي بيتخرج من كمبيوتر ساينس ومميز هتلاقوا دايما عنده الجزء بتاع الكريتيكال ثينكينج، ان هو ازاي يفكر على unnormal solutions. يعني انا مثلا بسيرش في داتابيز المتعارف عليه كل الناس سيلكت استريكس فروم وير لايك، ده اللي الناس كلها عارفاه. لكن لما الراجل بتاع الكمبيوتر ساينس ده هيبتدي يفكر اوت اوف ذا بوكس، يعمل ثريدز يخليها سيرش في الداتابيز، يستخدم طرق تحسن الكويرنج بتاع الحاجه زي الاجاكس والعيله بتاعته. هو ده اللي يميز الراجل بتاع الكمبيوتر ساينس في الماركت بتاع مصر كويس. الماركت بتاع مصر is in need for computer science graduates. ده من وجهه نظري. البروبلمز حاليا بقت اكتر صعوبه من 10 سنين. يعني 10 سنين كان فعلا في انترليفنج، دلوقتي نوعيه البروبلمز والتكنولوجيز اللي بقت موجوده، موبايل ديفايسز، اوجمانتد رياليتي، الحاجات اللي ليها علاقه بالاتش سي اي كترت قوي بزياده عن اللزوم، فبقت محتاجه كمبيوتر ساينس جراديويت يبقى فاهم استراتيجيز والجوريزمز ويبقى فاهم العلم الساينس اللي ورا الكلام ده. طيب حضرتك ايه احسن جراديويشن بروجكت حضرتك اشرفت عليه؟ حقيقة كتير. يعني احنا عندنا ريماركبل اكتر يعني. احنا عندنا كذا جراديويشن بروجكت الحقيقه خرجوا من الكليه دي، انا كنت سعيد ان انا اشرفت عليهم كويس. في بروجكت خد جايزه بتاعت ابتكار في 2013، وفي بروجكت خد السنه دي جايزه بتاعت ابتكار 2014 كويس. انا شايف البروجكت بتاع السنه دي ده من احسن البروجكتس اللي انا اشرفت عليها، والتيم ممبرز نفسهم الحقيقه يونيك كويس. انا ما شفتش زيهم قبل كده، ياسر واسلام ومحمد حامد والناس دي الدفعه دي، يعني انا ما شفتش زيهم قبل كده، واعتقد ده من احسن البروجكتس اللي انا اشرفت عليها. البروجكت ده يكفي ان الولاد وهم في السمستر الاولاني، يعني المفروض الناس لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنعمل جراديويشن بروجكت، كانوا هم بيتكرموا على الجراديويشن بروجكت اللي هم لسه بيبتدوا فيه كويس. طبعا ده انجاز هايل، لان واحد يبقى لسه في شهر 11، يعني الناس لسه اللي زمايله في الوقت ده لسه عمالين بيدوروا على افكار للبروجكت، يكون هو بيتكرم على بروجكت عشان هو بادي فيه من بدري شويه كويس. ده طبعا انجاز هايل كويس. فكره البروجكت ده ان انت يبقى عندك تانجبل سوشيال ميديا كويس. يعني انا عندي قلم زي ده، ده تانجبل انا ماسكه في ايدي اهو كويس، ليه هنا باركود، فازاي اقدر ابوست كومنت على القلم ده كاني بالظبط بمسك التاج ده واحط اقول والله القلم ده ما تشتريهوش، القلم ده وحش، او القلم ده كويس جدا يا جماعه اشتروه. والبوستات دي بقى تكتر، يعني كل واحد في اي حته في الدنيا معاه نفس القلم ده يقدر يسكانه بالموبايل بتاعه ويبتدي يحط عليه بوستس. الفكره اسمها تانجبل سوشيال ميديا كويس. مع الاوجمانتد رياليتي بروجكت بصراحه كويس جدا. الحقيقه البروجكت بتاع السنه دي عامه اللي انا مشرف عليها السنه دي بصراحه كلهم بروجكت كويسين، وهي في صلب الاتش سي اي. يعني حضرتك بعد التخرج هيبقى في صعوبات بتواجه الطالب اذا كان في شغل او ما كانش في شغل، فحضرتك ممكن تقول مثلا احنا ممكن لما نتخرج ايه ممكن يواجهنا اذا كان لنا شغل او لا، وازاي نقدر نتخطى الحاجات دي؟ طيب هو اهم حاجه ان الطالب ايا كان السبيشاليزيشن بتاعته مهم جدا ان هو يبقى عامل تريننج كويس. يعني حتى كنا دايما بنقول للشباب يا جماعه وانتوا في سنه ثانيه لازم تبتدوا تعملوا تريننج
تريننج يعني تنزلوا شركات تروحوا تعملوا فيها تريننج ايا كان نوع التريننج، وانت في سنه ثانيه اقبل باي نوع تريننج، كاستمر سبورت وات ايفر. كويس. لما تطلع بعد كده لسنه ثالثه وسنه رابعه ابتدي تخصص بقى ويب ديفلوبمنت، موبايل ديفلوبمنت اند سو اون. التريننج ده بيقطع البارير بتاع الجوب سيرشنج والجوب سيرشنج. كويس. يعني انا لو انا مثلا هاخد 6 مانثس علشان ادور على جوب بوزيشن، لو انا بعمل تريننج في شركه، احنا عندنا دايما كود كده بتقول works brings works. انا بشتغل في حته لما شغلي هيبقى كويس في المكان ده حد تاني هيطلبني في نفس الشغل ده. works brings works. كويس. فالحقيقه هي دي اهم حاجه، ان لازم قبل ما اكون متخرج من الكليه انا لازم اكون عملت تريننج في مكان واثنين وثلاثه و10، بحيث الناس تبقى عارفه الراجل ده الكواليتي بتاعت الشغل بتاعته شكلها عامل ازاي، وابتدي تعرف يبقى معروف في الماركت ان فلان ده هو اللي بيشغال في الحته دي وهو متميز فيها. الحقيقه لازم مهم قوي ان كل واحد يدور على الحته اللي هو متميز فيها. دي اكتر حاجه احنا بنفتقدها هنا في الكليه، ان احنا مش عارفين الطالب يبقى خارج من الكليه مش عارف هو متميز في ايه. يعني انا متميز في واحد مثلا يقول لك انا متميز في الفوتوشوب، يبقى انت كده اصلا دخلت الكليه غلط. انت ليه تعبت نفسك ودخلت كليه تقعد تدرس فيها الجوريزم وداتا ستراكشرز و كنت تخش الكليه من اي كليات السهله اللي تقدر تتميز فيها في الفوتوشوب فعلا يعني. فمهم جدا كل واحد يعرف الكابابيلتيز بتاعته، هو بيعرف يسينك في انهي حته، الباور بتاعه فين. لو عرف الباور بتاعه فين هيقدر يتخصص بقى في حته معينه، يعمل تريننج في الحته دي، يلاقي الجوب على طول، يتخرج يلاقي الجوب بتاعته. واحنا عندنا اولاد كتير جدا في سنه رابعه فولوينج الادفايس دي كلهم بيشتغلوا دلوقتي. يعني هو لسه في سنه رابعه ولسه ما خلصش، واوريدي مكانه موجود في الشركه، هيخلص هيروح يقعد يشتغل هناك. وكل الناس يعني انا اكاد اجزم بصوابع ال10 دول ان كل الناس اللي عملت تريننج وكانوا اثبتت نفسك في الشغل ديفنتلي لازم هتلاقي عندك ورك بوزيشن. دي يعني قاعده، كل الناس بتعمل كده، كل الناس تروح تتريننج تثبت نفسك قبل ما تتخرج يكون عندك الجوب اوفر. طيب حضرتك كنا عايزين نكون مميزين اكتر في العامل بتاع الكليه، بحيث ان احنا نوجه الصعوبات بتاعتنا او المشاكل بتاعتنا في حاجه بتميز طالب حاسبات اللي هو الاكتيفيتي دايجرام. هل حضرتك متاح ليك ان انت حضرتك تدينا نبذه بسيطه عن شكل الصعوبات اللي بيواجهها في هيئه اكتيفيتي دايجرام مثلا؟ يعني انا محتاج ان انا اقعد افكر في شكل الاكتيفيتي دايجرام ده يبقى شكله عامل ازاي بالظبط. كويس. لكن يعني انت ممكن تساعدني في ان انت تبعت لي درافت الاكتيفيتي دايجرام انت متخيله ونبتدي نطور فيه يعني. لكن انا الحقيقه حالا مش متخيل قوي ايه الصعوبه بتاعت واحد هيتخرج من الكليه هنا. يعني ميبي المين بروبلم اللي معظم الستودنتس بيواجهوها هي سيلف ستادي ميبي. كويس. والحقيقه احنا من حوالي مثلا 15 سنه لما اتخرجنا وبقينا معيدين كنا دايما بنسترس على كل الولاد اللي كنا بنعلمهم يا جماعه سيلف ستادي. احنا هنا في الكليه بنديك البيس اوف انفورميشن اللي انت المفروض تبني عليها، والمجال بتاع الكمبيوتر ساينس كل يوم في جديد. مش هينفع طول حياتك تفضل حد يحط لك الكلام في بقك. يعني افتح بقك يا حبوب زي الثانويه العامه كده، بص مساله كذا جتا فوق ساين على كوزاين يطلع، مش هينفع كده. لازم يبقى انت عندك سيلف ليرنينج. كويس. مثلا من 15 سنه كان في حاجه اسمها فيجوال انتر ديف. ممكن انتوا كتير منكم ما تعرفوش يعني ايه فيجوال انتر ديف، صح؟ فيجوال انتر ديف ده انقرض. دي كانت تول بيستخدموها في الويب ديفلوبمنت، كانوا بيكتبوا بيها كلاسيكال اي اس بي، اللي هي دلوقتي بقت ريبليسد باي سي شارب وبكره هيبقى فيه اف شارب وبعده هيبقى فيه ان ما اعرفش شارب ولا وات ايفر. مش ممكن كل شويه هتبقى محتاج ان حد يدي لك البيس اوف انفورميشن. لازم يشتغل في كمبيوتر ساينس يعرف ازاي يسيرش انفورميشن وازاي يعلم نفسه بنفسه. كويس. ولذلك احنا كنا دايما بنقول للشباب لو سمحت لازم السيلف ليرنينج ده يبقى عندك تالنت. ودايما الناس في الشركات بتبص على الناس اللي عندها التالنت دوت. كويس. لان كونك هتروح شركه مش هتشتغل غير لما تاخد كورس في الحاجه علشان تشتغل. الكورس ده بفلوس، مفيش شركه هتدفع لك فلوس علشان في الاخر تروح تاخد كورس unless ان انت راجل سبيشال جدا يعني. لكن انت نورمال ديفلوبر زيك زي بقيه الناس محدش هيدفع لك فلوس، بالعكس انت هيتد امبلوي. يعني محدش هيدفع فلوس في واحد كل شويه عاوز ياخد كورس عشان يتعلم حاجه. كويس. لكن it will be very easy ان انا اعرف ان انت بتعرف تعلم نفسك، والكلام ده proved by projects بان انت بتعمل بروجكتس كتير، فساعتها اقدر انفست فيك. كويس.
That's it. السيلف ستادي يعتبر على مواد الكليه بس، يعني مثلا مشروع زي سوفت وير 2 احنا ممكن نسيرش على حاجه معينه عشان نتعلمها للمشروع ده، يعني كده احنا هنخرج من الكليه عارفين الحاجات اللي الكليه مديها لنا بالظبط ايه، الحاجات دي هي اللي بره هنشتغل بيها. يعني السيلف ستادي كله هيبقى كله متمركز بس في الكليه. ازاي بقى نعمل سيلف ستادي يساعدنا بره الكليه وهنحتاجه كايه، يعني ايه هو؟ الحقيقه ان في حاجات كتير جدا محتاجين نعمل فيها سيلف ستادي، بدءا من البروجرامينج لانجويج. كويس، في حاجات احنا هنا بناخد في الكليه فاونديشنز، يعني بناخد الساينس اللي ورا كل حاجه من الحاجات، لكن الماركت ليه تولز ما بناخدهاش هنا في الكليه. زي مثلا احنا عندنا مثلا في السوفت وير انجينيرنج عندنا مثلا كونسبت اسمه اجايل ديفلوبمنت. احنا بندرس الكونسبت، لكن الابلكيشن بتاعت الاجايل ديفلوبمنت في الماركت بتتنفذ ازاي قصه مختلفه. كويس، احنا مثلا بندرس داتابيزز، لكن الداتابيز بتتنفذ ازاي في الماركت ستوري ثانيه. تمام، ولذلك انت هنا بتاخد الفاونديشن جوه الكليه، تفهم العلم ده ماشي ازاي، قواعده هي ايه، لكن الامبلمنتيشن بتاعها هو ده اللي احنا بنقول لك لازم بقى تعمل فيه سيلف ستادي. عاوز اتعلم مثلا مايكروسوفت شير بوينت سيرفر، ده لازم اروح ادور على توتوريالز على النت عشان اتعلم، ولا ما حدش هيدوني في الكليه. عاوز اتعلم مثلا بي اتش بي ولا وات ايفر، احنا هنا بنديك القشور بتاعت البي اتش بي علشان البيزك نولج اللي تقدر تعمل بيها بروجكت، لكن الموضوع اكبر من كده. الاوبن سي في احنا هنا مثلا بندي لك البيزكس بتاعت الاوبن سي في اللي هتستخدمها في الكورس بتاع الاتش سي اي او كمبيوتر فيجن، لكن الموضوع تفاصيله اكتر من كده بكتير، ولما بيبقى امبلمنتد بقى في الحقيقه اكتر من كده بكتير. احنا ما عندناش ولا كورس مثلا بيدي لك الفاونديشنز بتاعت الكلاينت والسيرفر كوميونيكيشن، احنا بناخدها في النتوركس از فاونديشن فاندمنتالز، لكن الامبلمنتيشن بتاعها لازم انا اعمل له سيرشنج. انا هعمل امبلمنتيشن يو دي بي ولا تي سي بي ولا دبليو سي اف ولا وات ايفر. كويس، ده لازم نتعلمه. علشان كده في جاب، لازم نعترف ان في جاب ما بين الفاونديشن بتاعت الكليه وما بين الماركت بره. الجاب ده الوسيله الانسب عشان نشرينك الجاب ده هو جراديويشن بروجكت. جراديويشن بروجكت هو الحاجه الامثل اللي اقدر ايوتيلايز فيها الفاونديشنز والماركت، المهم مع بعض في الفتره بتاعت الصيف، اعلم فيهم نفسي تولز كتيره جدا علشان تنفعني في الجراديويشن بروجكت، وكمان اعرف اشتغل فيها في الماركت. وهو ده الحقيقه معظم الجراديويتس اللي بيشتغلوا جوه الاتش سي ال احنا بنعمل معاهم كده في الصيف. بنيجي في الصيف نديهم كميه تاسكات مهوله، كلها ماركت، معظمها حاجات ريليتد للماركت، تولز ماركت، ما اعرفش يعمل كلاينت سيرفر كوميونيكيشن، اعمل ايس، شوف مين التي سي بي اي بي احسن، كلها ماركت تاسكس، علشان لما يتخرج يبقى احنا نجحنا ان احنا نطلع بالانسد كانديديت ما بين كمبيوتر ساينس عنده فاونديشنز كويسه، باترن ريكوجنيشن وايمج بروسيسنج اند سو اون، وكمان يكون عنده جود نولج اباوت ذا ماركت، ما يبقاش طالع كده منفصل يعني. كويس، بس طبعا دي بيبقى فيها جزء كبير جدا سيلف ستادي بيور، يعني ان هو بيقعد في الصيف بدل ما يقعد يلعب جيمز بقى ويقضيها ما بيعملش اي حاجه في حياته، لا يقعد بقى اشتغل على الجراديويشن بروجكت بتاعك ويتعلم حاجات معينه. طيب سؤال معلش لحضرتك يا دكتور، طالب سي اس عشان يعمل جراديويشن بروجكت كويس جدا ويقدر يبيعه بعد كده او يعمل ماركتنج صح، لازم يكون في ايه بالظبط؟ لازم يكون في ايه بالظبط؟ طيب هو اي جراديويشن بروجكت في الدنيا، اي جراديويشن بروجكت في الدنيا ليه بارامترز بتقول الجراديويشن بروجكت ده حلو ولا وحش. خلاص، الحاجه المهمه للراجل بتاع الكمبيوتر ساينس ده ان يكون عنده اكاديميك موتيفيشن. خلاص، احنا عندنا اي جراديويشن بروجكت عشان نقول البروجكت ده حلو ولا وحش بنبص على حاجه اسمها الامباكت. البروجكت ده بيأثر في قد ايه من البني ادمين، البوبيوليشن اللي بيأثر فيها. خلاص، كل ما البوبيوليشن يكبر في الجراديويشن بروجكت كل ما ده معناها ان البروجكت ده از بيرفكت. كل ما البوبيوليشن يصغر كل ما ده يبقى مناسب اكتر للبوست جراديويت ستاديز، ماسترز وبي اتش دي. خلاص، فجراديويشن بروجكت نمبر 1 لازم يكون الامباكت بتاعه قوي جدا. نمبر 2 لازم يكون ليه ماركت نيد، يعني انا ما بعملش بروجكت علشان في الاخر ارميه في الزباله. احنا عندنا السنه دي تحديدا عندنا كذا بروجكت ليهم فعلا ماركت نيد، منهم بروجكت بس مش عندنا هنا في حلوان في الام اي يو، بس دي ار اتش سي ار لاب ممبرز. البروجكت ده خد الجائزه بتاعت انجاز. كويس، دي جائزه فند 90000 جنيه. الفند ده سبونسرد من الانفستورز، مش من الحكومه، من انفستورز. كويس، فالانفستور لازم يبقى شاعر بقوه البروجكت ده كماركت نيد.
فاي جراديويشن بروجكت لازم يكون ليه ماركت نيد كويس، ولازم يكون ليه اكاديميك باك جراوند. خلاص. الماركت نيد ده بيجي من حاجات كتير قوي، سيرفيز، ان يبقى فعلا عندي ريال كاستمر عاوز يحل مشكله معينه فانا بحلها له، ده بنسميه ماركت نيد. او ان هو يجي عن طريق سيرفيز، اني اعمل سيرفي معين، استطلاع راي، اقول يا جماعه انتوا رايكم ايه ان احنا نعمل فكره معينه، فابتدي اخد منها فيدباك، فده يخلي البروجكت بتاعي بوليشنج. او ان الماركت ده يكون ليه اكاديميك باك جراوند، واحنا هنا في كمبيوتر ساينس، ديبارتمنت في كمبيوتر ساينس، بنبص على حته الاكاديميك باك جراوند. مين في الليتريتشر، في الجورنالز والببليكيشنز، مين عمل فكره قريبه للفكره اللي انت بتعملها، فانت بناء عليها بتكونتينيو الشغل ده. ده اللي بيخلي اي بروجكت يبقى يونيك، يبقى بروجكت فعلا متميز، ليه باك جراوند في الليتريتشر، في حد اشتغل في فكره قريبه، وكمان يكون ليه ماركت نيد. طبعا كل ما نشتغل على حاجه ليها ماركت نيد في مصر كل ما ده يبقى افضل. ايه مجال المستقبل في سي اس؟ هذا سؤال صعب جدا، لان سي اس الحقيقه البرانشنج او الكمبيوترز ناو از اولموست اكزيستنج ايفري وير. كويس؟ فبالتالي ده ابتدى يتطلب ظهور جيل جديد من الابلكيشنز اللي هتبتدي تخلي الهيومن يبقى هو السنتر سيرفر واحنا بنكونكت عليه. لكن بنتيجه الترندز الجديده اللي في الكمبيوترز هيبقى كونسبت مختلف، هيبقى الهيومن هو اللي في السنتر والكمبيوترز هي اللي بتسيرف. المجال ده تحديدا هو مجال بنسميه هيومن كمبيوتر انتراكشن. ده اكتر حاجه انا انترستد فيها تحديدا يعني. وانا شايف ان الاريا دي في ريسيرش امبريلا كبيره، تحتها ريسيرش كتير، والريسيرش ده فيه a lot of challenges، ستيل فيه a lot of challenges up to now، يعني ما فيش حد وصل فيها لكونتريبيوشنز كويسه. من اهمها البرين كمبيوتر انتراكشن، ازاي ان احنا نقدر نكوميونيكيت هيومنز بتوين عن طريق البرين سيجنالز. كويس؟ البرين سيجنالز فيها شغل كتير، فيها بروبلمز كتيره، لكن انا شايف ان ده واحد من اهم المجالات اللي لو حصل فيها ريلي جود كونتريبيوشن هتقلب خالص العلم بتاع الكمبيوتر ساينس ده، ونخلينا نفكر في حاجات beyond our imagination. كويس؟ في كمان بروجكت ظريفه اسمه سايبورغ، ده واحد من البروجكتس الظريفه جدا اللي بيبتدي دلوقتي يعمل دراسه على ان هو ياخد النيورونز بتاعه الماوسز والراتس علشان يخليها هي تبقى المايكرو بروسيسورز اللي يعمل منها سيجنالز ويتحكم في روبوتس اند سو عن طريقها يعني. دي كلها افكار ايماجينيشن، يعني هي حاليا في ريسيرش، لكن ميبي بعد 10 سنين ولا حاجه نلاقي الكلام ده كوميرشال، هيخلينا نقلب بقى كل مفهوماتنا ونظرياتنا عن الكمبيوتر بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه حاليا يعني. نبذه عن الاقسام الثانيه اي اس وسي اس. اي اس واي تي يسال فيها اي اس واي تي او يعني هو باختصار الجماعه يعني خلينا بقى نرجع للفاونديشن، احنا مش هنالف. كويس؟ احنا نرجع لمين؟ نرجع للاي تريبل اي. الاي تريبل اي والاي سي ام عملوا دوكيمنت محترم جدا، قالوا فيها يا جماعه ادي التقسيمه بتاعه الكمبيوتر ساينس، ادي التقسيمه بتاعه الاي تي، ادي التقسيمه بتاعه الاي اس، وحددت لكل واحد سكوب. قالت يا جماعه ده السكوب بتاع كل واحد في الاورجنايزيشن بيعمل ايه. كمبيوتر ساينس زي ما قلت لكم، كمبيوتر ساينس بيهتم اكتر بالجزء بتاع الالجوريزمز والفاونديشنز والماثماتيكال بارتس اند سو اون. خلاص؟ الجزء بتاع الاي اس بيهتم اكتر بالداتا بيزز، بالاركتكتشر، بالوير هاوسز اند سو اون. الجزء بتاع الاي تي بيتكلم على الكوميونيكيشن بقى ما بين الالجوريزمز اللي احنا عملناها وما بين الداتا بيزز او الاركتكتشر اللي اتحط ده، ازاي يكلموا بعض. طبعا كل واحد فيه ليه التفاصيل بتاعته، يعني انا طبعا برضو كل واحد فينا مش ملم بكل حاجه، كل واحد ملم بالشيء اللي يعرفه يعني. طيب في نهايه حوارنا مع حضرتك نحب نختم بنصيحه حضرتك للطلاب اللي لسه داخلين الكليه واللي هيتخرجوا منها. بالنسبه للطلاب اللي داخلين الكليه احب اقول لهم ان انت لازم تركز قوي في سيلف ستادي، اتس فيري امبورتنت. ولازم تركز قوي في ان انت ال4 سنين اللي انت قطعتهم من حياتك دول you must do something useful. انت كده ضيعت ال4 سنين دول، خلاص اتحسبوا من وقتك يعني. فايذر ان انت تضيعهم زي كل الناس اللي هتضيعهم، تخش الكليه ويطلع منها قاعد في البيت، او ان هو يستثمرهم بقى، يستثمرهم في حاجه تعرف تفيد بيها نفسك علشان تفيد في الجوب بتاعتك، تتحط ادد في السي في بتاعتك.
كويس. ده بالنسبه للطالب اللي هيخش، انك انت ما تضيعش وقت، انت كده كده اصبحت ادلت، والاربع سنين دول هيعدوا فيري يعني فلاينج، هيعدوا كده از ان ارو، مش هتشوفهم كويس. فجاه هتلاقي نفسك بقيت متخرج. فونس ان انت اتخرجت يو هاف تو اندرستاند ان انت التايم اللي انت كنت قاعد مقضيه في الكليه ده كنت بتعمل فيه انفستمنت جوه نفسك. ده اهم حاجه. بالنسبه بقى للناس اللي هتتخرج، يعني اقول لهم اهم حاجه تاخد بالك منها ان الكليه دي في الاخر انت بتمثل براند. الكليه بتاعتنا دي اتس براند. يعني انا اذكر من 10 سنين الناس اللي كانت بتتخرج من حسابات حلوان ولا براند بالمعنى الحرفي لكلمه براند. في شركات حاليا في الماركت براندد باي حلوان كويس. براندد بمعنى ان تلاقي مثلا تيم كامل حلوان كله حلوان كويس. الحقيقه ان انت تحصل على ايديال كانديديت او ان انت تحصل على براندد كانديديت دي مش حاجه سهله، وصعب جدا ان انت تحافظ عليها كويس. فانا الحقيقه نصيحتي باختصار شديد جدا بي يونيك. خليك يونيك، ما تبقاش تيبيكال امبلوي اللي هو بيروح كل يوم الصبح. انت بعد فتره في الديفلوبمنت بعد 3 سنين اولموست رابع سنه هي زيها زي ثالث سنه نفس الحاجه. افتح فورمه كوبي وبيست ارمي فيها الشغل بتاعك. مصر كلها ماشيه بالمنظر ده. لازم تبقى انت يونيك، لازم يبقى لك بصمه في الشغل بتاعك علشان الناس تعرفك، علشان انت تبقى حاجه متميزه. فهو ده الحقيقه اللي انا بنصحه لاي واحد متخرج، بي يونيك علشان انت تبقى براندد للكليه، يبقى لك فعلا بروفايل ان انت بتخرج من حاسبات حلوان. والحاجه الثانيه ان انت في الاخر بتبني السي في بتاعتك. سو اتس فيري امبورتنت يعني. تمام. مش بنشكر حضرتك جدا على وقتك اللطيف معانا، وكان معكم احمد عصام من غرفه العمليات. شكرا.